ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 والله بجد. النهارده بقى فيديو، النهارده كده هاخدكم جولة هتعجبكم جدا، بقى تغيير بقى عن المطبخ والاكل وكده. طبعا بقى ولادنا خلصوا امتحانات، ربنا يوفقهم والف الف مبروك لكل اللي نجحوا. الف مليون مبروك وربنا معاهم يا رب. ربنا يفرح قلوبنا بيهم. تعالوا بقى كده نغيرهم، عايزين يغيروا جو كده، فقلنا بقى نروح فين؟ هنروح جولة عند احسن واحد يعمل مشكل وطواجن. هنروح عند ابو الهنا. طبعا لو حد عارفه، واللي ما يعرفوش، ابو الهنا ده من اكتر من 58 سنة موجود في شبرا الخيمة، بجد من احسن المحلات الموجودة في شبرا الخيمة. عايزة اقول لكم والله بجد احسن واحد يعمل مشكل وطواجن. يعني المشكل ده عنده حكاية، ولا البهاريز هوريها لكم تحفة. بجد روحوا هناك وعلى ضمانتي. المكان هناك ما شاء الله، يعني على قديمه كده، حاجة كده. أكل نضيف جدا والمكان نضيف جدا. والله بجد ده مش إعلان خالص، انتوا عارفين ان انا بحب اعمل ريفيوهات كده عن الأكل النضيف او المحلات اللي انا بحب اروحها انا وولادي. فطبعا بنحب ناكل احسن حاجة، فقلت اصور لكم المكان عن اللي حابب يروحوا. عايزه اقول لكم انا المكان ده كنت بروحه. احنا دلوقتي راكبين ورايحين شبرا الخيمه. طبعا احنا من الجيزة وهو في شبرا الخيمة، فبنركب يعني وبنروح لعنده. بصوا شايفين منظر النيل؟ منظر النيل تحفة. قلت اصور لكم كده منظر النيل كده، وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان في مفاجأة حلوة برضو كده. هنروح مكان حلو جدا هيعجبكم، عشان اللي حابب برضو يخرج ولاده كده بعد الامتحانات. المكان ده حلو جدا وروعة بجد. يعني عايزة اقول لكم ابو الهنا ده من احسن المطاعم اللي تاكلي فيها وانت مطمنة، والاسعار كمان هناك والله جميلة جدا، مش غالية خالص. مش هتتخيلوا حلوة ازاي. بجد بجد يعني نجم المحمرات، نجم المحمرات والله العظيم، والطواجن والطاسات في شبرا الخيمة. انا كنت بروح هناك، يعني كان جوزي بياخدني وهو خطيبني برضو هناك، ولما خلفت وكده كنا بنروح، بس هو عشان هو في شبرا وانا زي ما قلت لكم انا في الجيزة، فمش بنروح هناك كتير. فكل مثلا ما نبقى فاضيين او احنا قريبين من شبرا الخيمة بنروح له على طول ناكل عنده. هو انضف واحد الصراحة هناك. طبعا احنا كده وصلنا المحل. بصوا بقى عنده حاجات كتيرة، بقى عنده ممبار وعنده طاجن ورق عنب كوارع بالورق العنب والحاجات بقى الجميلة. بصوا هو في ميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وده رقم التليفون اهوت عشان اللي حابب ياخدوا سكرين وكده. وبيعمل بقى كل حاجة، بيعمل طاجن فتة باللحمة. عنده جميع الاكلات بقى. والطبق المشكل ده عايزه اقول لكم روعه. احنا طلبنا طبق مشكل وطلبنا طاجن اسمه طاجن العروسه. طاجن العروسه ده بقى بصوا لسه جديد، هو منزله عنده في المنيو اهو. طاجن العريس وطاجن عنتر ابن شداد. طاجن عنتر ابن شداد ده عامل 230، وطاجن العريس عامل 200، وطاجن العروسه عامل 200. طاجن العروسه بقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن طاجن كوارع، كوارع ولحمه وعكاوي. عايزه اقول لكم ده بصوا بقى يعني والله بجد خرافه. هوريه لكم دلوقتي. وعنده بقى حاجه اسمها سفره الاحلام، اللي هو بقى طاجن عنتر بن شداد. كل ده دي صينيه كبيره كده بتبقى زائد طاجن العريس، زائد طاجن باميه، طاجن ورق عنب بالكوارع، ده كله ده ب1500 جنيه. وعنده برضو حاجه اسمها صينيه الملوك. ما شاء الله عنده صينيه الملوك دي ب1200، وصينية الوحوش 950. احنا بقى بصوا اللي بقولكوا عليها دي طلبنا طاجن لحمة وعكاوي وكوارع. عايزة اقول لكم روعة. هوريهولكوا دلوقتي. هم اول حاجة نزلوا لنا السلطات والطحينة واللي هي مية السلطة دي بتبقى حراقة شوية، فبس جميلة حلوة. هوريكم بقى. وجابوا لنا بقى كده طبق مشكل تحفة. طبق المشكل ده ب180 جنيه. دي بقى عبارة عن لحمة وكفتة، كفتة مدورة كده، وشرايح لحمة وقلب وعكاوي، وقصدي وكلاوي وقلوب. وطبعا ده بقى طاجن العروسة. عايزة اقول لكم ده والله بجد خرافة. يعني ما شاء الله. بصوا مليان عكاوي ومليان لحمة ومليان كوارع. ما شاء الله. احنا كلنا وشبعنا. وجابوا لنا بقى طبق كمان بهاريس كده. عايزة اقول لكم كان تحفة. وكمان جوزي بقى راح طالب تاني في الاخر ورق عنب، ورق عنب وكان فيها كوارع برضو. آه،
تحفة بجد، واللحمة نضيفة جدا، والاكل والله بجد هناك نضيف جدا. يعني الطاجن ده ما شاء الله كان مليان على اخره. الطاجن ده كان يعني تحت كان لحمة. بصوا انا خدت لكم صور كده من الناس اللي واقفة. بصوا ما شاء الله، يعني في رمضان بتبقى الناس زحمة، اللي فعلا من شبرا الخيمة هم اللي هيبقوا عارفين يعني ابو الهنا، وعارفين انا بشكر فيه ازاي. يعني ما شاء الله، يعني واحد كده فاتح من بقاله 58 سنة وليه وضعه في شبرا الخيمة، يعني ربنا يكرمه يا رب. اكل نضيف، روحوا على ضمانتي هتنبسطوا جدا، والاكل هيعجبكم هناك جدا، والاسعار هناك حلوة قوي مش غالية خالص. احنا بقى كده رحنا بعد ما خلصنا اكل وكده بقى قلنا نفسح الولاد شويه. رحنا قعدنا فين بقى؟ رحنا ممشى مصر. انا الصراحه ما رحتوش من اول ما اتعمل، فقلت بقى زي ما قلت لكم بقى، انا الصراحه ما رحتوش من اول ما اتعمل، فقلت بقى جوزي قال لي تعالي بقى نقعد تحت شويه وناخد الولاد. عايزه اقول لكم جميل جدا، حلو قوي، حلو قوي، جميل جدا. قلت لازم اصور لكم المنظر الجميل ده. يعني ممشى مصر ده بجد اضخم مشروع سياحي مفتوح على النيل بجد. التذكرة هناك ب20 جنيه، يعني جوزي 20 وانا 20، وولادي ما دفعوش ما بياخدوش على الاطفال خالص تذاكر. بجد حلوة قوي، من الاماكن اللي هي فيها اماكن كتير للترفيه والاكل والشرب، والمنظر هناك بقى عايزة اقول لكم روعة. والنيل كمان منظره، يعني النيل كده منظر روعة مع الإضاءة والمكان كمان نضيف جدا. يعني دي بعض الكافيهات والمطاعم الموجودة، هصورها لكم هوريها لكم. منظر المراكب بقى كمان جميلة جدا وهي معدية كده في نهر النيل. ما شاء الله جميلة جدا، وفعلا مكان سياحي متكامل من كل ناحية. مكان جميل جدا، وممكن يعني تاخدي بقى فيه صور، تاخدي فيه يعني حلوة قوي، حلوة قوي بجد. يعني مكان حلو، او ممكن تروحي تصوري فيه بالنهار بتبقى الصور طالعة احلى. حلو بجد، والاضاءة هناك بصوا ما شاء الله. وخدت لكم وهقول لكم برضو كمان تفاصيل عن الاسعار والكافيهات وكده، بس حصل حاجة كده قلت اقول لكم عليها برضو، عشان اللي يروح هناك برضو يبقى ايه، يبقى عامل حسابه وعارف الاسعار هناك ايه. خلينا متفقين اللي هو برضو مكان سياحي، فالاسعار طبعا فيها تبقى غالية. فانتوا عارفين بقى ايه، يعني احنا رحنا قعدنا في هناك مطاعم برضو اهو. بصوا مطاعم وكافيهات احنا رحنا قعدنا برضو في كافيه، فقلنا نشرب حاجة بقى وكده. فانتوا عارفين بقى حصل معايا موقف. بصوا جابولنا المنيو، فاحنا قعدنا هنا. ف شفتوا انتوا محمد هنيدي لما كان بيقول في الفيلم هي مالها بردت كده ليه؟ انا حصل معايا نفس الموقف. فبفتح المنيو كده بشوف الاسعار بتاعت الكولا. يعني الكولا ب55، الشويبس ب80، الشاي برضو ب55، عصير المانجا عصير ب45. يعني الاسعار كلها كده يا جماعة. فانا قلت اعرفكم برضه عشان ايه ما تتخضوش زيي. فانا حصل معايا بقى قلت ايه ده، هي مالها ليه بردت كده؟ فانا قلت اتخضيت بجد، فقلت لازم اقول لكم على الاسعار بامانه. او بصوا اسعار الكولا والشويبس والحاجات دي كلها، الاسعار 80 55 يعني. هي الاسعار هناك غاليه برضو، عشان زي ما قلت لكم خلينا متفقين ان ده كمكان سياحي، فالاسعار فيه كده اهي. بصوا انا صورت لكم المنيو عشان تاخدوا ايه، تبقوا رايحين عاملين حسابكم ما تتخضوش زي كده. بس كده، وده اليوم كان بتاعنا بقى. فيا رب كده تكونوا انبسطتوا معايا في اليوم ده وغيرتوا جو برضو. وقلت يعني ايه تاخدوا برضو الحبيب يخرج ولاده ويخرج وكده، يبقى عندكم خلفية وتروحوا اماكن كويسة. مكان نضيف جدا وشكله ومنظره يفتح النفس. ما تنسوش بقى لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة، هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. اشوف وشكم بخير. باي باي.